مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح أعمل معكم وصفة بسيطة وسريعة. هاي طبعا عندي المكونات، ونقول بسم الله. بحتاج أول شي لبكتين من الجيمر، رح أضيف عليهم باكيتين من الدريم ويب اللي هي الكريمة، رح أضيف هلأ معلقتين من الكاكاو، وبحتاج لكاسة من الحليب وضروري تكون باردة. مزجتهم مع بعض لحد ما تكونت عندي الكريمة. رح بنحضر هلأ الطبقة الثانية، وهي عبارة عن بسكوت وحليب. بغطس البسكوت بالحليب وبصفته بالصينية. بعد ما جهزت أول طبقة من البسكوت رح أضيف عليها من الكريمة. بوزع الكريمة فوق البسكوت، وبرجع بكرر نفس الطريقة. بغطس البسكوت بالحليب وبوزعه فوق طبقة الكريمة. طبعا بستمر بنفس الطريقة، بوزع بسكوت وكريمة لحد ما أخلص كل الكمية الموجودة عندي. هاي هون عندي آخر طبقة، بعديها رح أحطها بالثلاجة حتى تجمد وتتماسك البسكوت مع الكريمة. نيجي للطبقة الأخيرة اللي رح نغطي فيها الكيكة، وهي عبارة عن باكيت من الجيمر القشطة، وما يعادل معلقتين كبار من الشوكولاتة. ذوبتهم على الغاز. طبعا هون بعد ما بردت الكيكة طلعتها من الثلاجة ووزعت فوقها طبقة القشطة مع الشوكولاتة، وزينتها بالشوكولاتة المبروشة. طلعوا من داخل كيف شكلها كتير حلوة وطعمها كتير طيب. من الكيكات اللي كتير باردة وسهلة وسريعة. هيك اعملوها العصريات مع فنجان قهوة كتير طيبة. لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب.